يا مساء الخير عليكم، مرحب بكم في قناتي، قناة المخرج ألبير أنطون. حلقتنا النهارده هي استكمال للحلقة اللي فاتت. الحلقة اللي فاتت أنا جبت لكم شوية اختبارات وامتحانات للسنين اللي فاتت للمعهد العالي للسينما، واتكلمت خصوصا عن قسم هندسة الصوت. النهارده هتكلم على بقية الأقسام. جايب لكم برضو شوية اختبارات وامتحانات للسنين اللي فاتت، هنشوف ازاي نقراها وازاي نحلل الأسئلة دي وازاي نوصل للطريقة النموذجية للحلول. وبالتوفيق للجميع. يلا بينا نبدأ. ورجعت لكم تاني ومع شكل الامتحانات بتاعة المعهد العالي للسينما. هتكلم عن اختبارات بقية الأقسام اللي هو قسم سيناريو وقسم إخراج والإنتاج وهكذا. أفكركم بحاجة مهمة يا جماعة، إن خلاص الخميس هو آخر يوم للتقديم، فاللي قدم وبعت له إن هو يدفع الفلوس لازم يدفع الفلوس، عشان خاطر إن في ناس اوريدي اتبعت لها أرقام الجلوس، عشان خلاص الامتحانات المفروض من يوم السبت هتبتدي الاختبارات. يوم السبت اللي جاي يا جماعة هيبتدي الاختبارات بتاعة معهد سينما بأقسامها المختلفة، فالمفروض يدفع فلوس وتبعت له انه تمام يدفع الفلوس عشان يوصل له رقم الجلوس. تمام. بالنسبة للاختبارات بتمر بثلاث مراحل، انا قلتها الحلقة اللي فاتت بس هعيدها في عجالة. هم 3 مراحل. المرحلة الأولانية اللي هي الاختبار الإبداعي، بيقيس مدى ثقافتك السينمائية ومعلوماتك العامة. ده بيبقى اختبار ورقي، يعني انت بتحل بورقة وقلم. الاختبار ده على حسب انت القسم اللي انت فيه. في طبعا زي ما احنا قلنا قبل كده اختبارات مشتركة، يعني كل الاقسام امتحاناتها فيها يعني اسئلة مشتركة، وفي حاجات بقى تخصصية في التخصص بتاعك. زي ما انا اتكلمت الحلقة اللي فاتت كان في اسئلة لهندسة الصوت، دي اسئلة فيها حاجات علمية شوية متخصصة في الموضوع ده، بس هرجع اقول في اسئلة جنرال للكل. تمام. دي الاسئلة اللي هو الاختبار الابداعي او الاختبار انت بتعدي منه. لو عديت الامتحان ده، وطبعا كل امتحان بدرجات، بتدخل للمرحلة الثانية. المرحلة الثانية او الاختبار الثاني هو الاختبار الابداعي. ايه الاختبار الابداعي ده؟ بتخش قاعة العرض في الأكاديمية، وبيتعرض لك فيلم سينمائي. طبعا لو انت مقدم لرسوم متحركة بيتعرض لك رسوم متحركة، لو اقسام تاني بيتعرض لك فيلم درامي عادي. بعد ما بيخلص الامتحان بيديك ورقة بيقول لك حلل الفيلم وانقده من وجهة نظرك ومن وجهة نظر التخصص اللي انت مقدم فيه. يعني انت لو انت مقدم سيناريو مثلا او اخراج، بتتكلم انت كمخرج، هتقول انا كان الفيلم ده عجبني في كذا، لا كان المفروض يبقى كذا. لو سيناريو بتتكلم برضو من ناحية السيناريو. لو ديكور بتقول لا انا كنت شايف لو الديكور كان شكله اتعمل بالطريقة دي كان هيبقى شكله مختلف. لو انت هندسة صوت هتتكلم برضو من ناحية شريط الصوت، هتقول لا المزيكا التصويرية مثلا كانت عالية شوية في الحتة دي، لا لو كان حطوا ميوزك بالمنظر ده كان هيبقى شكل الفيلم مختلف، وهكذا. دي المرحلة الثانية. لو عديت المرحلة الثانية، طبعا كل مرحلة فيها تصفيات، يعني اللي بيخش المرحلة الثانية بيكون خلاص عدى من المرحلة الأولى. لو اوريدي ما عدتش المرحلة الأولى فخلاص مش هتدخل الثانية. دي تاني مرحلة. آخر المرحلة الأخيرة اللي هي الورشة الإبداعية، دي بتبقى في حدود 5 أيام متتالية. بنبتدي نقعد مع الأساتذة والدكاترة، بيبتدي يسألنا شوية أسئلة في التخصص بتاعنا، برضو هرجع أقول أسئلة عامة وثقافة عامة وهكذا. عديت ال5 أيام دول بالاختبارات بتاعتهم، يبقى أنت إيه تمام. هنبدأ دلوقتي ونشوف شوية أسئلة كده. هقرا لكم شوية أسئلة، في منهم أسئلة جت السنة اللي فاتت، ده كان لقسم سيناريو وإخراج وإنتاج. السؤال بيقول: هذه الصورة القديمة جامعة لأفراد أسرتي، وهذه جامعة لأصدقاء العهد القديم. نظرت إليها طويلا حتى غرقت في الذكريات. جميع الوجوه مشرقة ومطمئنة وتنطق بالحياة، ولا إشارة لو خفيفة إلى ما يخبئه الغيب. وها هم قد رحلوا جميعا فلم يبقى منهم واحدا. ده كده البراجراف الأولاني. إيه بقى السؤال؟ بيقول لك: ضع تصورا سمعيا بصريا حول هذه الشخصيات التي تضمنتها الصورة. هو شرح لك كده موقف كده، البراجراف اللي احنا قريناه، ان هو حد مسك صورة فيها صورة لعيلته القديمة واصحابه، وبعد كده يعني بيقول لك احكي قصة. هو بيقول ان خلاص الوجوه دي هو ما شافهاش تاني، فانت تبتدي تعمل تصور كأنك بتحكي قصة. هو اداك المعطيات فانت تبتدي تحكي قصة، ان عيلتك مثلا في منها انت خلاص الصور دي وانت صغير، العيله دي مثلا في منها اللي هاجر، في منها اللي رحل من الدنيا،
اصدقائك برضو في منهم اللي سافر فيه في شغل بعيد، تبتدي تعمل قصه. هو بيختبر دماغك ان هو لما يبتدي يديك معطيات تبتدي ازاي تعمل بيهم قصه، سواء بقى سيناريو او اخراج، او انت بقى كراجل مونتير برضو المونتير ده يعتبر مخرج تاني، ايه وجهه نظرك في القصه دي. وده شكل من اشكال الاسئله اللي هو بيبتدي يختبر فيها قدرتك العقليه، ان ازاي تبتدي تجمع معطيات كده، او يبقى تتخيل الكلام وتحوله لصوره. هو ده اللي بيحصل فعليا، ان انت لما بيجي لك القصه، انت في حد كتب القصه، السيناريست بيتخيلها كصوره، وبرضه المخرج لما بياخد القصه من السيناريست بيبتدي برضه هو يتخيل صوره سواء مكمله للصوره اللي كتبها السيناريست، او يبتدي يعدل عن السيناريو. سؤال برضه بطريقه مختلفه: طلعتنا وسائل التواصل الاجتماعي بخبر حزين حول وفاه يوسف راضي، اشك بائع فريسكا في حادث سياره. طبعا انت لا المفروض يبقى عندك ثقافه عامه، فانت تبقى عارف ايه القصه دي. كان ممكن مثلا يقول لك قصه يوسف راضي، انت طبعا مش عارف مين يوسف راضي ده، هتلاقي نفسك مش هتعرف تجاوب السؤال. بس هو برضه حاول يسهلها لك، فقال لك بائع الفريسكا. فطبعا اعتقد كتير مننا لو اللي بيتابعوا السوشيال ميديا عارفين القصه دي. السؤال بقى بيقول ايه: اكتب في ذلك اليوم الاخير في حياه يوسف راضي والذي انتهى بهذا الحادث في صوره قصه سينمائيه. هو اداك حادثه حقيقيه، وعايزك تتخيل برضو زي السؤال الاولاني، تتخيل الاحداث او تبتدي تالف قصه. انت طبعا لو احنا كنا قارين القصه، هو راجل كان شاب متعلم بينزل شيك قوي، لابس بليزر وكرافات وقميص وبتاع، يعني مش زي البياعين العاديين اللي بيبيعوا في الشارع. فده كان واخد في فتره من الفترات كان ترند، يعني ان هو بيبيع فريسكا وبالهيئه بتاعته دي. فابتدي احكي قصه، ابتدي مثلا احكي ان هو مثلا كان هيخطب مثلا، كان اليوم ده بالذات جاب طقم جديد وحب ينزل بيه او يغير الستايل بتاع اللبس بتاعه. اهم حاجه يا جماعه في القصه لازم يبقى في دراما او حاجه بتمس الانسان. هو دي دايما القصه بتمسك، يعني ممكن نتفرج على افلام كتير مفيش حاجه تمس المشاعر الانسانيه، فانت لازم القصه ما يعني طالما حادثه حقيقيه حاول تحط فيها الجانب الانساني او الحاجه اللي بتلمس البشر. فانت ممكن تحكي ان هو كان عنده حلم وعنده امل، هو هيروح مثلا يتقدم بعد شهر للبنت اللي بيحبها، وكان بيحوش لها فلوس، ومن ان هو كان بيبيع الفريسكا الفتره اللي فاتت دي ابتدى فعلا الناس تشتري منه عشان خاطر شكله ومنظره وطريقه كلامه الكويسه، ان هو كان مختلف عن اي بائع، ان هو شغل دماغه انه حب يعمل حاجه مختلفه عشان يقدر يبيع، ما كانش حاجه تقليديه يعني مش زي اي بياع. وان اليوم ده كان مثلا اخر يوم ان هو هيشتغل فيه الشغلانه دي، ان هو كان خلاص هيتقدم للفتاه اللي كان بيحلم بيها، او كان مقدم في شغلانه في شركه وخلاص اتقبل وكان هيشتغل فيها. يعني شغل معنى يعني نعمل فكره انسانيه، وفي الاخر نقول ان القدر للاسف ما امهلهوش يعني، فهو وبيبيع راحت جت عربيه صدمته ويعني اتوفى يعني. فممكن نعمل حاجه زي كده، يعني طبعا تطلق لخيالك العنان، تكتب يعني انت هو اداك المعطيات، تبتدي اكتب القصه بالشكل اللي انت يعني شايفه مناسب، بس زي ما بقول لك تحط اللمحه الانسانيه اللي هي دي اللي بتفرق وبتمس المشاعر، وده اللي بيفرق قصه عن قصه. سؤال بطريقه مختلفه: نزلت لمنطقه تجاريه مزدحمه لتصوير لقطات غنيه ومثيره، اكتب قصه سينمائيه في حدث مدهش حدث لك اثناء رحلتك. انت واخد كاميرتك ونازل تصور بقى حاجات ايه، عايز اعمل حاجه مختلفه بقى، هعمل حاجه دوكيومنتري بقى، اصور اشخاص، هصور ايه، المهم باحد الشكلين التاليين. يعني هو بعد ما اداك المعطيات دي بيقول لك القصه دي هتحكيها ازاي، يا الا بشكل كوميدي ساخر يا الا بشكل تراجيدي جاد. انت بقى تختار احد الشكلين. انت لو انت راجل بتكتب كوميدي هتتخيل ان انت نازل بالكاميرا ومثلا ايه المواقف الكوميديه اللي ممكن حصلت لك. مش عارف تكتب كوميدي هتكتبها تراجيدي. التراجيدي ممكن تبقى انت نازل ومثلا الكاميرا دي انت كنت مأجرها ودافع فلوسها، او كاتب على نفسك شيك، وبعد كده انت ونازل ولسه بتحطها على الترايبود مثلا، راح حد معدي من الناس اللي في الشارع راح وقعها خبطها، فانت بقى مش راضي تشتغل، الكاميرا مش شغاله، فهتعمل ايه؟ طب انا هروح اصلحها، تبتدي بقى تلف مثلا على المحلات، اوبا ده النهارده طلع يوم الجمعه، طب ده المحلات قافله، طب هروح فين؟ طب انا كده هروح في داهيه لو الكاميرا ما اتصلحتش. ممكن موقف كده يبقى فيه حاجه فيه زي سسبنس كده، ان الكاميرا بايظه وانا لازم اصلحها قبل ما النهار يخلص عشان انا مأجرها مثلا لغايه تاني يوم وهتحصل مصيبه لو ما اتصلحتش. ممكن تبقى بطريقه كوميديه برضو، ان انت بتنزل كل ما تيجي تصور مثلا مشهد يحصل حاجه. تيجي مره قابلت واحد مثلا بياع لسه هتصوره، ما صدقت ظبطت الكاميرا واللوكيشن، فجاه لقيت البلديه جم، فالراجل بقى بيجري بالحاجه وساب الحاجه اللي كان بيبيعها وبتاع.
فخلاص رحت شايل الكاميرا بتاعتك وحاطط الترايبود مثلا، انت مثلا مصور في اسكندريه في الشتاء لسه حاطط على البحر وشايف منظر جميل، قلت هصور مثلا ناس بيصيدوا، فجاه راحت النوه اشتغلت والمطره اشتغلت، رحت لمم الكاميرا ومش عارف ايه اليوم المنيل ده انا مش عارف اصور. فممكن تحط مشاهد كده ايه اللي هي فيها كوميديا ساخره او كوميديا سودا زي ما بيقولوا، انا كل بعمل حاجه تطلع لي حاجه تاني في النقيض يعني. واطلق لخيالك العنان زي ما بيقولوا في الاسئله، زي ما انت شايف اللي انت تعرف تكتبه بطريقه كويسه تبتدي تتخيله وتكتب القصه زي ما انت شايف. نوعيه تانية من الاسئله برضو بيقول لك اكتب رايك بحريه وخيال في واحد من المقولات الاتيه، يديك كذا مقوله وبيقول لك اكتب رايك وعايز اشوف رايك بقى. السينما هي الحياه بعد انقطاع اللحظات الجميله منها، دي جمله. الجمله الثانيه اجمل ما في الحياه ان تتحول هوايتك الى مهنتك. الجمله الثالثه أنا لا أحلم في الليل، أنا أحلم طوال الوقت، أنا أحلم لكي أعيش. هو مديك 3 جمل هنا وبيبتدي يقول لك اكتب بحرية في أي مقولة منهم، أنت بقى تقول أنا دي تجربتي الشخصية أنا حصل كذا، بتحكي له قصة، تحكي له اللي جواه. أي جملة مستك منهم مست مشاعرك بتبتدي تتكلم عنها، أو برضه تشوف دماغك هتتكلم إزاي، وإن أنت يكون عندك ثراء في الكلمات والأفكار إن أنت تقدر تعبر عن اللي جواك. أنت لو هتكتب سيناريو أو أنت كاتب قصة او انت مخرج، حتى في مخرجين بيكتبوا القصص دي، فيبقى عندك مخزون من جوه فتقدر تبتدي تعبر عنه. فالسؤال ده الحته دي يعني. نوعيه بقى مختلفه بقى من الاسئله اللي هي المعلومات العامه، هيجيب لك اسماء مثلا شخصيات معينه ويبتدي ايه يكلمك عنهم. طبعا زي ما قلت ودايما بقول لازم انت شغال في مجال السينما ايا كان موقعك، انت ايه سيناريست مخرج مصور، لازم يكون عندك ثقافه غير الثقافه السينمائيه، معلومات عامه، عشان انت اكيد في حياتك العاديه هتلاقي قصه بتتكلم فيها عن حاجه موضوع معين، فانت ما كنتش ملم بالموضوع ده هيبقى في عندك مشكله. مثلا بيقول اكتب ما تعرفه عن صلاح جاهين. طبعا انت هتقول صلاح جاهين معروف ان هو شاعر ورسام كاريكاتير. طبعا انا قلت في الحلقه اللي فاتت ان انت كل ما السؤال جاوبت بمعلومات اكتر، الدكتور اللي بيقرا الاجابات بتاعتك بيقول لا ده الشخص ده فاهم. فانت ممكن تكتب صلاح جاهين هو كاتب مثلا ورسام كاريكاتير. في حد تاني يقول ان هو راجل اشتغل في كذا جريده واشتغل في جريده الاهرام، ادي كده حط معلومه تاني. حد تاني طبعا يكون مذاكر وشاطر يقول ان كمان صلاح جاهين ده كتب سيناريو فيلم خلي بالك من زوزو، وكتب فيلم شفيقة ومتولي. فكل ما زودت المعلومات بان ان انت عندك ثقافه اكتر وقاري في الموضوع، مش مجرد بس قريت كلمتين وصلاح جاهين بيرسم كاريكاتير وكاتب وخلاص. تمام. مثلا اقول لك اندريا رايدر. مين اندريا رايدر ده؟ السؤال ده زي ما هو بيجي لك انت كسيناريست وكمخرج تقول لي انا مالي لو انت عارف الشخصيه دي، ده راجل مؤلف وكاتب موسيقي. طبعا ده ممكن يجي لهندسه الصوت زي ما اقول في اسئله مشتركه، وممكن يجي لك انت كمخرج او سيناريست او كمونتير، المفروض يبقى انت ملم بالمعلومات العامه دي. اندريا رايدر ده طبعا انت هتقول لو انت عارف هتقول ملحن وموزع. واحد تاني هيبقى اشطر هيتكلم يقول ان الراجل ده عمل حوالي 61 فيلم مزيكا تصويريه. الراجل ده يوناني اساسا بس اتولد في مصر في اسكندريه. يقول ان هو عمل موسيقى تصويريه لافلام من الافلام اللي هي علامات السينما المصريه زي دعاء الكروان، كان هو موزع المزيكا بتاعته. وزي برضو فيلم اللص والكلاب وفيلم غروب وشروق. برضو سؤال تاني من احد الاسئله، اذكر ما تعرفه عن صلاح مرعي. طبعا الناس اللي بتعرفش صلاح مرعي مين، ده من اعظم مهندسين الديكور يعني، ليه اعمال كتيره. فطبعا هتقولي برضو انا سيناريست ومخرج، طب ما ده يدوها السؤال ده برضو وارد يجي لو واحد في هندسه مناظر فيجي له السؤال ده، وممكن انت كمخرج يجي لك. عشان كده زي ما قلت في اول الحلقه في اسئله مشتركه وفي اسئله تخصصيه للتخصص بتاعك. طبعا صلاح مرعي برضو انت هتقول مهندس ديكور، ماشي خلاص، هتزود معلومات وانت راجل مثقف سينمائيا وتقول ان هو كان مسؤول عن ديكور افلام من الافلام اللي هي علامات السينما برضو، زي فيلم ابناء الصمت، زي فيلم بحب السيما، زي فيلم الساحر. فدي الافلام اللي هو كان المفروض مهندس ديكور او مسؤول عن الديكور في الافلام دي. وهكذا هتجيلنا اشكال كده واسماء. طبعا نحاول ايه نبقى ملمين. طبعا بقسم سيناريو واخراج حاول برضو تسيرش كده قبل الامتحانات عن اسماء مخرجين او ناس بيكتبوا سيناريو، لان ده مهم. ممكن يجيب لك اسم اي مخرج ويقول لك اكتب اعماله، اكتب صلاح ابو سيف، يكتب لك اي اسم اي مخرج، دكتور علي بدرخان، استاذ سمير سيف، هيكتب لك الاسماء دي، اكتب ما تعرفه عنهم. فانت لازم مش مجرد تكتب انه مخرج، ما احنا عارفين انه مخرج، بس تبقى مصيبه لو انت مش عارف ان هو مخرج داخل اخراج ومش عارف مين سمير سيف ولا علي بدرخان. انك تبقى كاتب هو عمل افلام ايه، اخرج افلام ايه.
بكده حلقتنا تكون خلصت. اتمنى لو اي حد عنده اسئله يحطها لي في الكومنتات، انا هجاوب على طول. والاسئله اللي انا قلتها لكم لو حد عنده اجابات تاني يا ريت برضو يكتبها لي ونتناقش فيهم مع بعض. لو كنت فدتك بحاجه في الحلقه او اديت لك معلومه جديده ما تبخلش ان انت تعمل لايك وشير، ولو مش مشترك في القناه اشترك في القناه وعلم على الجرس عشان يوصل لك كل جديد. وبالتوفيق لكم جميعا واشوفكم على خير. شكرا، سلام.